طلعت القطعة من القالب وشكلها حلو، بس اتفاجئت بوجود اخرام صغيرة اللي هي فقاعات الهواء. ما تقلقش، ده مش عيب في شغلك ولا حاجة. جه الوقت المناسب لاستخدام المعجون. ازيكم يا جماعة؟ دايما بخير وسعادة. النهاردة هنتعلم سر من اسرار الفينش النظيف. ايه هو المعجون؟ ببساطة معجون الحوائط هو المادة اللي بيستخدمها النقاش على الطوب أو المحارة عشان يسد بيها المسام وبيخلي الفراغات والشقوق تتقفل تماما. طيب احنا بنستخدمه ازاي؟ بنستخدم نفس الفكرة بالظبط في الكونكريت عشان نعالج بيها البابلز والشروخ وأي عيب يطلع في القطع. يلا بينا نتعلم الطريقة الصحيحة لاستخدام المعجون. معانا علبة معجون حوائط من GLC، معجون جاهز حوائط. تمام، ده شكل العلبة. هنفتحها مع بعض. طبعا بيجي فيها كيس صغير، ده نحاول نخليه زي ما هو ونغطيها كويس عشان ما ينشفش. بعد كده هنستخدم لا اما سكينة معجون او هنستخدم ايدينا. معانا قطعتين. القطعة الاولى فيها هنا بابلز كبير قوي وفيها حاجات صغيرة، ودي كذلك. هناخد بالسكينة مثلا حاجة بسيطة، حاول نملى المكان. اهم حاجة نسويه كويس. زي ما انتوا شايفين كده. القطعة التانية سووها كويس جدا عشان تبقى متساوية. شايفينها بقت عاملة ازاي؟ طيب انا دلوقتي عندي مثلا القطعة ما فيهاش الاخرام الكبيرة قوي دي، عندي بابل صغيرة زي كده. دي قطعة هنا فيها بابل صغيرة خالص. نعملها عادي بايدينا، مفيش مشكلة كده. هنفضل نمشي عليها صوابعنا عادي. كل ما تمشي ايدك عليها تلاقي البابلز اختفت وقلت جامد. اهم حاجة بس حاول تساوي بنفس الطريقة اللي انا بعمل بيها عشان ما يبقاش فيه زيادات وتضايقك في الصنفرة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ كل البابلز اللي كانت فيها راحت. بقية القطعة شايفين هنا عامل ازاي؟ شايفين كده بقى عامل ازاي؟ اهو نعالجه كله ولا كأن فيها اي حاجة خالص. وطبعا في الاول خالص قبل ما نستخدم المعجون نتأكد ان القطعة معلهاش اي تراب او اي غبار بواقي من الصب، ننضفها كويس يعني. شايفين كده؟ شايفين الفرق ما بين دلوقتي ومن شوية؟
هنسيبها تنشف 30 دقيقة ونرجع لكم ان شاء الله. دلوقتي القطعة بتاعتنا نشفت، ممكن نستخدم عليها صنفرة ناعمة هتبقى كويسة جدا وما فيهاش اي حاجة. ومبروك عليك، القطعة بقت جاهزة للفينش، ملمسها ناعم زي الحرير، ما فيهاش ولا غلطة ولا خرم واحد يضايق العين. لو عجبك الفيديو واستفدت من السر ده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، وتكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر مشكلة بتواجهك وانت بتفك القطعة من الآلة. ولو عايز تجرب بنفسك تقدر تطلب من منتجات من عندنا قطع بدون فينش، وتبدأ تجرب بنفسك كل اللي اتعلمناه مع بعض في القناة. لينك المنتجات موجود في وصف الفيديو.